ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكملين مع بعض تفريزات رمضان. هنفرز مع بعض خضرة المحشي. هنفرزها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. احنا فرزنا مع بعض خضرة القلقاس، اللي هي الكزبرة. فرزنا القلقاس وفرزنا البسلة والجزر، وفرزنا مع بعض برضو صلصة الطماطم وصلصة المحشي. وان شاء الله هنفرز مع بعض بقى خضرة المحشي. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. كلها أيام بسيطة إن شاء الله، ويجي الشهر الكريم شهر رمضان. ربنا يعوده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وكل سنة وحضراتكم بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. في رمضان بيبقى عايزين الحاجة بتكون جاهزة، يعني على قد ما نقدر بنحاول نجهز حاجات لرمضان تكون في الفريزر، علشان ما نضيعش وقتنا في المطبخ ونقفش بالساعات في المطبخ. بيبقى في عزومات، بيبقى في حاجات كتير عايزين نعمل لها حساب، فعشان كده لازم نخزن حاجات تنفعنا في الأيام ديت. والخضرة طبعا أساسي، حاجة أساسية في المحشيات، في حاجات كتير بنعملها في المطبخ. هي طبعا ما تنفعش السلطة لأنها مش هتبقى فريش، هي في الأكلات، في المحشيات والحاجات دي فقط. أنا معايا خضرة مشكلة، معايا شبت وبقدونس وكزبرة. دي خضرة المحشي اللي بنحطها على المحشي. أنا نضفتها من كل الشوائب اللي كانت فيها، لو ورقة صفرة، أي حاجة ما عجبتنيش فيها أنا شلتها. أخدتها بقى في طبق يكون عميق كبير، وهغسل الخضرة كويس قوي وهشيلها في المصفى وافضي المية وارجع تاني اغسلها مرة واتنين وتلاتة، لان اللي بيبقى فيه تراب وارصبة كده بتترصب في الطبق، في قاع الطبق. فاحنا على قد ما نقدر هنغسلها كويس قوي لحد ما نلاقي المية بتاعتنا رايقة خالص. انا غسلتها حوالي 6 مرات، وبعد كده حطيتها في المصفى، صفت المية اللي فيها. وبعد كده انا هجيب فوطة المطبخ تكون نضيفة، واحط عليها الخضرة بتاعتي وهلفها وهسيبها. يعني الخطوة دي لو عملتيها بالليل تكون احسن. انا عملتها بالليل وسبتها لتاني يوم الصبح علشان الاقيها نشفت معايا خالص، لان من نجاح الخضرة اما تحطها في الفريزر وتفرزيها انها تكون ناشفة من المية تماما، ما فيهاش ولا نقطة مية خالص، عشان تبقى ناجحة معاكي. هي طريقتها سهلة وبسيطة خالص، وخطوات بسيطة ان شاء الله ما نتبعها هتطلع معانا حلوة وتنفع معانا في كل اكلاتنا ان شاء الله. هو ده شكلها بقى تاني يوم بعد ما نشفت تماما من المية، مفيش مية خالص فيها. هنقطعها بقى التقطيعة اللي احنا بنحبها، تقطيعة صغيرة كبيرة شوية طبعا ما انتوا بتحبوها. انا قطعتها بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. انا قطعت كل حاجة لوحدها، بس في النهاية انا هخليهم مع بعض كلهم، لان انا بستعملها خضرة المحشي. بحط كل الشبت والبقدونس والكزبرة مع بعض، فانا هقلبهم على بعض بالشكل ده. طبعا كلنا بنبقى عارفين الكمية اللي احنا بنحطها، فكل واحد بيعين على قد الكمية اللي هو عارفها. هنشيلهم بقى في الفريزر الأكياس بتاعتنا لحد ما نستخدمهم. واحنا هنعمل دلوقتي هنطلعهم من الفريزر وهو مجمد، وهنشوف هنستخدمه ازاي. لو وصلتوا لحد كده معايا في الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة، واللي ما اشتركش يشترك. تكوا فعلوا الجرس واتكوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد انا بعمله. هنكمل مع بعض. احنا جبنا الكيس اللي كنا مفرزينه في الفريزر. انا مفرزه كيس من حوالي شهرين، قلت اعمله مع حضراتكم. هنشوف هنعمله ازاي.
انا طبعا بكون غاسله الرز بتاعي وعامله الخلطه بتاعتي ومجهزه كل حاجه. انا واقفه بس على اني احط الخضره. فالخضره بتاعتي بطلعها زي ما حضراتكم شايفين كده مجمده. هحطها بقى، هفركها بس ما بين ايدي كده، واروح اضيفها على الخلطه بتاعتي بتاع الرز. خضره زي ما حضراتكم شايفين كده كأنها لسه معموله وفريش. وكده بقى وصفتنا خلصت النهارده. إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.